في ولد حكى عن حاله انه هو اكسبلور بالتيك توك. خلينا نبلش. اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب، مرحبا فيكم بفيديو اليوم احلى من فيديو امبارحه. طبعا اليوم فيديو مشكله، يعني الناس اللي بالفيديو جهزوهم وتعالوا نشوف المشكله من وين. طارق، وائل، رغد، وهذا الولد رح تعرفوا ليش عمول عنه ولد. خلينا نبلش. الولد اسمه محمد، تمام؟ هو كيف بلش على التيك توك؟ طلع بتقليد شخصية اللاعب المنتخب السوري محمد الصلخدي، وبعدين صار يقلد شخصية وائل. فاليوم رح نعرف اسباب المشكلة من الاي تو زد. حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، وهذا الفيديو لازم ينتشر. خليني لكم شغلة، انتوا بس تشوفوا هاد الستوري بحسابي الانستا رح اعرض لكم اياه هلا، بتعرفوا انه في واحد حيمسح فيه. رح فرجيكم الستوري. هذا هو الستوري اللي عم اقول لكم عنه. بس شفتوا حساب، انا صورت حسابه للشخص وحطيت عليه اكس احمر، يعني هذا حامسح فيه الارض. شو ما كان، شو ما تكون شخصيته بالسوشيال ميديا، شو ما تكون رتبته، ما بتهمني. خلينا نبلش الفيديو ونعرف الاسباب. شوفوا خليني افهمكم اياها. انا في هدول ثلاثه بالسوشيال ميديا اللي هن وائل وطارق ورغد. هدول الاشخاص انا كثير بعزهم وبحترمهم. وببداياتي شوف وائل وطارق، اول فيديو انا عملته على طارق ووائل بغنية ارجع لبد. دعموا لي الفيديو بالبدايه وانا ما بنكر، صح 3400 مشاهده بس انا ما بنكر. وقفوا معي، دعموني، عرفت؟ فانت الناس اللي دعموك ما هو المفروض تنكر فضلهم ابدا. جاي عم بتقول انه والله انا اكسبلور. حبيبي، لو اللاعب المنتخب السوري رفع عليك قضيه بتركيا، يعني كنت انت اكلت هوا نظامي. رح فرجيك هلا بتركيا شو جرمه للدعوه. اوكي، عندك رح اقرا لك اياهم وهلا ركز معي. انشاء حساب باسم اللاعب او صورته بدون اذن. انشاء حساب باسم اللاعب، استخدام الصوره او الادعاء انه اللاعب نفسه. الاساس القانوني للماده 268 من قانون العقوبات التركي، القانون المدني التركي، حمايه الحقوق الشخصيه. اولا السجن من السنه الى 3 سنوات، او غرامه ماليه، او الالتزام بحذف الحساب والتعويض المدني. هاي بتركيا. خلينا نبلش بالفيديو ونسمعه خطوه. ايوه اجيت والله جابك. السلام عليكم. عليكم السلام انا حموده. والله جابك. والله شوف انا مكركب لدرجه ما فيكم تتخيلوا. ايش يعني؟ يوم في بنتين اعترفوا لي بنفس الثانيه وما عرفت شو بدي جاوب. ارحمنا يا جاستن بيبر العربي انت، علي الحلال. ما رح تنمر بالفيديو مشان ما ينشال. هدي ميشيل ماروني، هدي ستور على محمد. هدي حاجة تعيشها. هدي. طب بس لحظه، محمد انت شو عامل؟ حموده يا ابو طريق محمد صاحب. شوف وائل من هون شو بيقول له؟ ابو طريق محمد صاحبنا انه لا تعطي عليه. خلينا نشوف هذا الغبي شو خبص. وانا ما قصدي طارق، قصدي على هذا الولد. تاكل مو لفوق راسي لفوق طريق. ابي لا تعيشها يستر على محمد. انا عم بحكي جد، انا ما عم بمزح. يعني جاي عم تشوف حالك، يعني انت بصراحه يا اخي انا الدسر اللي بالسوشيال ميديا لك ما بنكر حدا. لك لو دعمني بكومنت ما بنكر. فجاي انت مثلا فايت بانتحال شخصيه اللاعب وعم تقول له انه انا اكسبلور وانا الترند. مين انت؟ يعني شوف بدك تحكي على الترند والاكسبلور. عندك وائل انا بحضر لايفاته كل يوم، بيكون فيهم 12000 شخص، ولا ان كان طارق 10,000. لما كانت قصه الترند مثلا وائل وتيمار، وائل وسله وطارق وإلا، لايفاتهم فوق ال60-70 الف. وين عم تقول لي اكسبلور انت؟ محمد وحياة لاختي كنت ناوي لك نيه. شوف طب شوفي احكي لي شوفي. حبيبي لما واحد يعمل معك خير لا تنكره، ادروا له خير. صح. يعني عليك، يعني لما انت يجي انسان ويكون معك منيح لازم شو تبادله بنفس الشيء. يا عيني عليك. صح وانا هيك طبعا. يعني امبارح بخبصتك باللايف، شوف باول لايف فتحته انت، اول فيديو نزلته انت واول لايف، طالع لي بشخصيه اللاعب المنتخب السوري محمد الصلخدي، طالع عم تنتحل شخصيه اللاعب. طارق تاركه للاعب يرفع عليك قضيه. شو ترى ليك الغرامه الماليه بتوصل من ال 100,000 ل 500,000 دولار. ما فيك تحكي معه شيء، انت منتحل شخصيته. ماني متقصد اذا عملت شيء يزعجك يعني. أبي ما خليت وحدة، يعني ما خليت وحدة بدي كنت حاكي ما طلعت معاها وبلشت تتذاكى. هلا بلشت اتذاكى عن شو؟ ايه بلشت تتذاكى. ايه هدول حركات النص كم ما حلوين محمد. عم بحكيك جد، ما عم بمزح، والله ما عم بمزح. لا يا ابو طريق، لا هلا شوف دخلنا بالجد. ايه والله عم بحكيك جد قسما بالله. خلي الو حبي ما حلو هذا الموضوع يا حبيبي يا طارق. ما حلو تمام، انا معك، بس يعني انه شوفي فهمني الموضوع شو. انا طارق غير شكل هذا البني ادم، بعزه وبحترمه وبحبه وبضحكوني لايفاته بصراحه، عرفتوا؟ فانا مع طارق ووائل قلبا وقالبا، كيف ما بدكم تحسبوه واحد. ابو اللول بس طلعت انت، ما صرت انا لحالي عن محبه بدي غير لك الموضوع اللي كنت تساوي قبل، وصرت اقول لك صايمه الابو اللول يلا نطلع ويلا نمزح ومدري شو. صار ولا ما صار؟ صار. يا عين على ربك. شو عملت انت؟
شو سويت؟ خلك على الخلقه يا الله، استغفر الله العظيم. يعني ما بدنا نتنمر. جايب لي كرسي من تيمو حقه شي 50-60 دولار، واحد شايف حالك فيه. شو سويت احكي بس فهمني الموضوع شو يعني هيك الزبده. اعطيني انا من الاخر، ما بحب هيك دراما وما بعرف شو. اعطيني شو مسوي. ما هي دراما ما دراما. إيه. ليش صرت تفهم تحكي بالدراما. ما صار لك كم يوم بالتيك توك وجولتك الرسميه صرت تبكي على حسابك وتسكروا لك حسابك. بعدين جولتك الرسميه حبيبي جولتكم غسيل اموال. هذا طلعت مع تيمار؟ انا طلعت مع تيمار لانه هي بعثت لي جيست، تمام؟ بس انا طلعت مع تيمار يعني انت مالك عرفان انه انت وقت تطلع مع تيمار وبدك تسال عن وائل فرح يصيروا العالم يصوروه وينشروا، يعني انت مالك عرفان. طب بس لحظه حبيبي اذا بدك تنكر انه انت مالك عرفان، هذا اسمه ضرب جحشنه، تمام؟ لاني هذا البني ادم وائل مو ترند، يعني قصته بالذات تاريخ مخلد. يعني كل 2-3 بيرجع بينعاد. هدول الثلاثة اللي معك بالفيديو بتعرف انه اذا كل واحد من جمهورهم بتجمعهم ثلاث كلياتهم على بعضهم، يعني وائل 2,800,000، طارق مليونين لنقول، رقد مليون، يعني 5,800,000. اذا كل واحد منهم بزق عليك بزقه بحممك، يعني بينزلك بحوض سباحة. خدها نصيحة، لا تقرب على كبار السوشيال ميديا. لا احكي لك شغله، لا احكي لك تمام. شغله. اذا صاحب تيمار العلاقه حطيناها لحظه بس خليني احكي لك لا شغله. لا دقيقة تيمار حطيناها على جنب. طلعت مع سلة ولا ما طلعت مع سلة؟ طلعت ايه. وليش طلعت مع سلة؟ غلط لحظه شفت لايفة عالي وطلعت معه. يعني ما بتعرف انه سلة كانت تطلع مع وائل. هاي الشغله عن جد ما بعرفها. اول شيء انت واحد كذاب. ليش؟ يعني وقت كان يطلع وائل والبنت التركيه، شوفوا انا وقت عم بذكر الجنسيه ما قصدي شيء سيء، وقت كان يطلع وائل ادريس والبنت التركيه شلون يعني ما بتعرف؟ يعني لو مثل ما قال هو لو مجتمعين على الحقيقه اللايف 300-400 الف مشاهد حيكون. ما هي تنكر تقول والله انه هذا الشاب ما قاطعه حتضل، يعني ما اذا بتقول ما بتعرف حتكون كذاب. صراحه بحكيك اياها يعني هيك بالحلبي، انت واحد كذاب اذا ما بتعرف. لحظه انا لحظه تيمار بعرف، تمام؟ افتح كاميرتك شو بتقول كلمه بس ولحظه. بس سيلا ما بعرف جد، كب المزح. يعني انت مالك شايف تصاميم لوائل وسلة؟ لا والله عم تحلف بالله؟ عم بحلف لك الله نظامي، لانه ما بعرف. تيمار بعرف، نورس بعرف، مين كمان هون عمله ضربه ذكاء، صار يذكر اسم البنت التونسيه اللي هي نورس. شوف بس ركز مشان بس نوضح فكرة. طارق جاب سيرة تيمار وجاب سيرة سيلا وجاب سيرة، هو عم يجيب لك انت شو عم تحكي شو عم تتذاكى هو على شو اسمه. اما انا ما يهمني لا تيمار ولا سيلا ولا نور. بس معلم بس شوف بس انا هي الحركه بتستفزني فيه، بيعمل هيك وبس. مين انت حبيبي؟ مين انت؟ عرف عن حالك، عرف عن شخصيتك اذا كان في شخصيه. بس لا ركز. لا حبي لا طارق هو ما عم يقول لك لانه يهموني، هو يعرف انه ما يهموني. المهم طلعت مع إلا ولا ما طلعت مع إلا؟ طب طلعت مع إلا، صح كلامك، بس يعني انه مثلا اليوم اذا طلعت مع إلا يعني انه كفرت مثلا. خليني اوضح لك اياها. انت مو بتقول انه مثلا طارق صاحبك ووائل صاحبك، المفروض انت اذا اصحاب عن جد تكون مثل اخوه. الشيء يلي بضايقه لصاحبك انت مو المفروض تعمله. يعني مثلا بين طارق وإلا علاقه حب وانفصل، انت صاحبهم، يعني بدك تقول انه صار يعتبروك مثل اخوهم. تيجي انت مثلا والله تروح تنكوش اعادات نشر للتصاميم وتصير تذكر اسماء وحركات باللايف، حركه كتير وسخه. لحظه كفرت. محمد شوف روحي، لما يعني هدول الحركات نحن كنا نسويهم قبل، صعبت علي؟ صح. انت جاي عم تسويهم معي، يعني انت جاي عم تسويهم معي، ما حنيت مدري شو بهي القصص، مو ظابطه يا روحي، مو ظابطه يا حبيبي. لحظه انا إلا حتى التركي ما بعرف احكي، يعني شو حكي؟ طلعت معه لعبت مع جوله البنت، حتى عملت لي فولو ما رديت الفولو. شو انا قصص؟ احكي لي شو مشكلتك، اعطيني شو مشكلتك، لا تحكي وجيب لي حبيبي. مشكلتي ايه؟ طالع مع تيمار، تمام، وطالع مع سيلا، تمام، وطالع مع إلا، هاي مشكلتي. طب بس لحظه، تمام. تيمار وسيلا بخصوا مثلا، بدك تقول مثلا تيمار وسله بخصوا وائل، انت ما فيك تحكي. ليش؟ صاحبه، يعني هيك هذا هو الصاحب اللي عن جد قال انه ما بده يقول شيء وائل، تركك لانك جديد. يعني بالسوشيال ميديا انت لساتك هيك لساتك بالسوشيال ميديا، صبيعك لسه ما صاروا هيك. وائل في شغلات ما بيحكي. محمد حبيبي محمد انا وائل طول الوقت عم بقول لك محمد حبيبي، لو بدهم يغلطوا عليك او مثلا لو بدهم يعملوا شيء بيمحوك من السوشيال ميديا. هلا هو عم يحكي، انا كمان حكيت هو اللي عم يحكي معك. مليون بالمية عرفان ذكائك اللي انت عم تسويه، اللي عم يحكي معك انا حكيته معك قبل يا عمري. يا وائل يا حبيبي، قلت لي اكيد. بس خليني احكي شغله. اليوم هل يا ترى اذا طارق
متخانق مع وائل، هل يا ترى لانه انا طارق متخانق مع وائل انا ما لازم اطلع مع وائل؟ طبعا ما زال الاثنين متخانقين مع بعض وانت واحد منهم صاحبك ومثل اخوك، ما هو ما في تطلع، لاني بتعرف الناس حتصور وتنشر وحيصير في تصاميم وحيصير في ترند. لا حبيبي في بس ما في تسمع نص البرنامج واحد. وانت حركتك جمعتهم التنتين بجست واحد، مثلا التنتين بيخصوا لها الزلمه، انت جمعتهم بجست واحد وطلعت معهم صرت تذكر اسمه، مبين الحركه اللي عملتها. بس يا اخي يا بس روحي. اوصل لك فكره. اضرب انت وكلمه بس. نص البرنامج اطلع معاه سوي اللي بدك اياه معاه، ما بيهموني كلهم، تمام. ولكن حركه الذكاء اللي انت عملتها بينت معي انا، يعني أنا شو- انت من جواتك عرفان حالك شو عملت. محمد بفهمك شو قصده لطارق. قصده انك انت طلعت وعم تتذاكى، انت عارف انه التصميم راح يجيب اكسبلور اذا مثلا طلعت على مع والله إيلا وسالت لحظة على لحظة، طارق، أنا من دون او أي طلعت مع تصميم. سمار وسالت على وائل. طب بس شو لحظة، وائل بس خليني احكي، خلاص خلوني احكي. انا قبل ما اطلع يلا مع بينا. طارق ووائل، معلم انت طارق لما طلبتوني انا قديش كان لايفي، بس قبل ما طلعوا لي جيست انا كان قديش كان لايفي، بس سؤال قبل ما يطلبوني جيست انا لايفي كان 3500 شخص قبل ما يطلبوني معلم انا اكسب لور. انا لحظة يلا خلاص. طيب شو هو قال؟ انا اكسب لور. يا حبيبي انت يلي بيتابعوك ويلي عم يدعموك مصاريهم من البابا، يلي عم يزت لك الورده اللي عم تعمل بحسابك 0.01 سنت جايبها من البابا. هي متابعينك اعمار صغيره، استوعبها. لا تقول انك انت اكسب لور، في اطفال عم بتتابع بهذا البرنامج وانتو يعني انت وتعفيسك. انا شوف اقسم بالله انا بدي اعمل عنك فيديو من زمان، بس كرمال هدول الشخصين لانك عم تطلع معهم ما حبيت نزل الفيديو ابدا، بس هلا وقت تمشكلت معهم عملت الفيديو، وخاصه كمان رغد كانت كمان موجوده معهم. لحظة بس خليني احكي شغله معلم. انا اذا بدي اطلع اكسب لور على ظهر بنت يحرم علي، هاي الشوارب شايفون، لا احد نص واترك النص. علاقة وائل وتيمار ما ترند، يعني ببداية البرنامج هو هذا الشاب حبها عن جد، فعلاقتهم ليست ترند، علاقتهم صارت من اساس التيك توك، تخلدت بتاريخ التيك توك. انت عم تقول والله انا اذا بدي اطلع على ظهر بنت، انت اصلا شوف من يومين شفت لك لايف عم تقول بنت اعترفت لك، بوقت شفت لك هذا اللايف وطالع مع بنت وعم تتغمى له وبالغره وهيك لايفك كان 5000. بطلع مع بنت تمام. انا اذا طلعت بس لحظة لا اتعرف على العالم بس، لا اكثر ولا اقل. كذاب، واقسم بالله كذاب، لاني بدي يطلع يفتح لايفات على التيك توك هذا بده مصاري، اما يطلع يتعرف على العالم هذا كذاب. يعني لا تجي تقول لي بس هدي شوي بس خليني احكي كلام بس بدي احكي كلمة. بس لحظة خلي وائل، فلا تجي تقول لي حركات اكسب لور وما بعرف شو. معلم انا الحمد لله لحالي ترند، ما بدي اكسب لور. بدي احكي كلمة. يعني خانزي هاي اللايف كلياته، هذا الجست كلياته لا يتنزل على السوشيال ميديا نهائيا، لانه اذا تنزل هذا الجست على السوشيال ميديا حتصير مصيبه، حيرجع ترندات وانت حتعلقن للشباب بمصيبه من وراء ذكر الاسماء، وطبعا الشباب بيطلعوا منها، انت لا تخاف عليهم. معلم يعني عبل لك، يعني انا طارق، يعني انا ماني بحاجه حدا لا ادخل ترند او اطلع اكسب لور. حبيبي بحاجه، يعني انت طالع من تحت شخصيه اللاعب المنتخب السوري، والله لو اللاعب رفع عليك قضيه كان انخرب بيتك انخرب من وراء هالحركه. والله لما كان لاعبك 3500 لانك كنت لابس كنزه اللاعب هذاك وعم تقلده. طب بس لحظه بس انا ما صرحت العالم قلت لهم مو انا اللاعب. بس حبيبي الله يرضى عليك محمد، شوف هي لحلمك اياها للمستقبل، هي خدها مني للمستقبل. تمام. انا بحكيك بس لا احكي شغله لو بس انزل خلاص لما حكيك بس وائل بس لحكي شغله معلم تمام بس لحظه لما حكيك بس لحظه خليني احكي شغله. خليني كيف تحكي لما حكيك وكون عم ناقشك بهي الطريقه فلانه يعني بعزك، استوعبت علي؟ وانا بعزك. لو واحد لا ما في معزه. لا شوف ان شاء الله وانا بعزك، لا ما في معزه. لحظه انت ما بتعزني والله ما بتعزني. طب بس خليني احكي لك شغله انت ما بتعزني معلم، والله ما بتعزني. لو بتعزني وعامل لي شويه احترام معلم، مو تطلع مع وائل ولو انت ورفيقك عم تمزحوا تمام. وائل بعت له، خليني احكي انت ورفيقك عم تمزحوا، العالم ما دخل. نحن شو دخلنا الثلاثه اللي طلعنا مع وائل تقول معلم طلع علي انا بشخ على عالم مثل هيك؟ انا هدول اللي طلعوا معك وائل بيروحوا يجيبوا شويه شمينتو ما بعرف شويه بلوك مشان يبنوا شخصيه. انت هلا وائل ادريس عم تعمل له نسخ لصق، هيعمل محتوى يخصك انت، طالع عم تعمل لي مثلا محتوى لبستك على التيك توك للشباب، الشباب ما بيلبقوا لهم هيك محتوى. حبيبي فهم، انت والله طالع مثلا على الكاميرا عم تتغمى وبشفايفك وبتقلد الغنيه، حبيبي انت لها اسم تاني هي، بس مشان الفيديو ما ينشال ما بدي احكيها، محتواك وعم تحط لي فلاتر كمان، فمحتواك يعني لا تقول والله انه انا ترند، انت على ظهر اللاعب وظهر وائل ادريس طلعت ترند. الفيديو وصلني لعندي وين
المعذب هذا بالموضوع؟ الواقع. المعذب هذا بالموضوع الواقع. وينه؟ انت شلون بتعزني هذا اذا الواقع بتحكي علي حبيبي. هيك قدام العالم؟ حبيبي معلم بس بعت لحظه لك لحظه بس مسج احكي انا لك شغله. بعت هذوليك لك مسج الشباب مع لحظه وائل. هذوليك الشباب طلعوا مع وانت قاري المسج اللي بعت لك اياه لعند وائل، قاري المسج وبعت لك المسج انا وانت شايفه، ولعبت اللعبه انه انت على اساس ما بدك تحكي وما بدك تناقش. حبيبي روح جيب كيلو شمينتو وساوي شخصيه، لانك يا خوي كيلو ما بكفي، بده شاحنه لحتى يقدر يبني شخصيتكم انتو بالسوشيال ميديا. عم بتقلدوا للولد وعم تنسخوا وعم تلصقوا، وقليل اصل لانك طلعت مع انت طالع مع تيمار وعم تنسخ تيمار وعم تساوي القصص، صرت تساوي اعداد نشر. هو بده يكرر الترند. والله وائل وتيمار عملوا هالترند، يلا انا اعمل هاي الحركه. يعني في بنت من يومين شفتك معها يا اخي بكذب عيوني، نفس الحركه عم تعملها، وخاصه تسريحه القلب هي. فلما تاكل بالصحن لا تبزق فيه، لانك يعني جدا منظرك بشع، استوعبت علي؟ فلا تقعد تعيش وتقول لي اكسبلور ما اكسبلور، عشان ما يعني اعمل لك قصص عن جد ضايقك فيها. اكسبلور مو 3000 شخص. شو انا وقت لايفي على اليوتيوب افتح يكون فيه 10000 شخص، والله عبتلي انك انت اكسبلور. مالك اكسبلور ولا ترند اصلا. انتو وضعيه هاي الشباب الجديده اللي عم تطلع على التيك توك وبتصور بهاي الطريقه وبتعمل هذا المحتوى، هدول ما اسمهم مشاهير، ما اسمهم ترند، هدول اسمهم مشاميس عم ينشمسوا. بزعجك فيا جدا، استوعبت علي؟ فلا تقعد تعمل لي قصص وانا اكسبلور وانا اكسبلور وانا بطيء زي الوالم زين. هيك انا برد عليه معلم، من الاخر بعطيك اياها. بس بدك تعتذر مني ومن الشباب، بدك تعتذر مني ومن الشباب، بدك تعتذر مني ومن الشباب لانك غلطان. بس لانك شعبي اللي طلعون بدك تعتذر مني ومن الشباب الموجودين. ثلاثه طلعوا مع وائل، هو هذا محمد، وفي اثنين حساباتهم ما بتتخطى، يعني اذا بتجمع الحسابات الثلاثه ما بيتخطوا مثلا 60,000 متابع. وهون يا قبله بدك تعتذر مني ومن الشباب. قام طارق ثم تنهد وقال، فهمت؟ عم بسرد لكم القصه بالتفصيل مشان تعرفوا لي بس قصه هذا بدو واحد وسخ. قلت لك انزل يا زلمه، ليش تحكي بهالموضوع؟ قلت لك انزل. لا حبي، دائما انت كون صريح مع العالم. وسخ هذا الولد وسخ، لما يقعد تطلعوا انت على البرنامج ولا يقعد يقول لي بس 3000 و4000 بس لك عم يقلد اللاعب. ساعدناه لانه حكانا على الخاص وصار يقول لنا وضعه، صار يحكي لنا القصه صايره معاه، قلنا له نحن بنساعدك ونحن بندعمك ونحن بنطلعك، غير شخصيتك عن اللاعب واعمل قصص غير قصص اللاعب وبنطلعك نحن وبنساعدك. صار الحكي ولا ما صار؟ قسما بالله انا هذول الاثنين بالبدايه مثل ما قلت لكم دعموني بفيديو واحد. لحد الان انا ما بنكر ابدا انه هن قدموا لي دعم بسيط. لو كومنت تمام الواحد ما ينكر. يعني انا هلا بفيديوهاتي بكذا فيديو حكيت لما وصلت ال 100,000 ولما جبت الدرع حكيت، الاشخاص اللي كانت معي واللي دعمتني حكيت. لا تنكر، يعني ما تقول والله انه انا اكسبلور. انت اكسبلور بانتحال الشخصيه، اكسبلور انتحال شخصيه فقط. دقينا له مكالمه وصار يقول وضعي صعب وكيف بدي اطلع من قصه اللاعب، قلنا له نحن بندعمك اطلع معنا ولا لا؟ ما بيصير يقعد يحوص على البنت اللي انت بتحاكيها كنت ويساوي شعراته بتلق ويساوي كنا عم نمزح. نحن انا كنت بسوريا وسكتت بلعت الموضوع. يا اخي خلاص انا تركت له اياها. ليش طارق؟ لانه لا ما بيصير حبي، ما بيصير جديد ما بيعرف شو عم يساوي، والله ما بيعرف شو عم يساوي. هيك بعدين طيب عشان ما اكون انا عم حاكي على البلد، حكينا بعثت له المسج على الخاص ولا ما بعثت له؟ اللي ما شرب اشرب مي والله اشرب مي ريقي نشف. رد علي شيء؟ وين؟ لما قلت لك بعثت له هذا المسج لمحمد رد، انا محاكيه على الخاص معناتها نظامي يعني انه على كلمتك مع هذا الشخص اقل شيء يمكن يعطيك هذا الرد. مثل ما قلت لكم انا كنت راح اعمل عنه فيديو تمام، من اول ما شفته عم يعمل البياخه كلها على التيك توك، بس كرمال هدول الشخصين الفيديو ما نزلته. بس هلا اجى وقته وعملنا الفيديو والفيديو اسمعوه منيح. ترى ليكو اللي حيقول لي انه انت عمل فيديو مشان مشاهدات، ايه حبيبي عمل الفيديو مشان مشاهدات ومشان احكي اللي عندي. طبعا انا بالقانون وبالجرائم الالكترونيه مثلا والله بده يجي هلا يقعد يعفس والله بده يشيل لك الفيديو هيك سكرت امك. انا بحق لي انتقد مثل اي شخص، محتواي انتقاد ساخر. انا اعتذر مني من الشباب. اقسم بالله اللاعب تبع المنتخب السوري الصلخه دي حاكاني، قال لي هذا الانسان رح ارفع عليه قضيه امسح بكرامته الاراضي، قسما بعزه جلاله الله. والمسج شافه وائل، جبت المسج مثل ما هو بعته للولد، قلت له غير فيديوهاتك وطلع بفيديو وضح لانه رح يرفعوا عليك قضيه بتركيا، رح يمسحوا فيك الاراضي عن محبه. وقلت له مثل ما قلت لكم يا جماعه الخير رح ارجع اعيد لكم اياها من اول وجديد. الاساس القانوني الماده 268 من القانون العقوبات التركي، قانون المدني التركي لحمايه الحقوق الشخصيه، السجن من سنه الى 3 سنوات او غرامه ماليه او التزام بحذف الحساب والتعويض المدني. هون شو كنت انا عم اقول؟ انشاء شخص باسم لاعب او صورته بدون اذن. فهمتوا شو بقصد؟ مثل ما عم بيقول هو كان انخرب بيته نظامي بتركيا. مشان تطلع من هذا الموضوع، وبعرف انه انت بتركيا استغل الموضوع
الموضوع رح فيدك، رح تطلع معنا انا ووائل نحن بنصير نساعدك، وطلعناه وفضلنا على حالنا الموضوع. ولكن انت لما اشخاص يجوا يساعدوك راح طلع مع تيمار، طلع مع سيلا، طلع مع إلا، عيب 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 عيب. الموضوع عيب، الموضوع اوكي عادي بس عيب ما بيصير. شوفوا انا يمكن اول مره تشوفوني عم بنتقد بهي الطريقه، لاول مره انا بطلع بحكي بهيك فيديو. كل فيديوهات الانتقاد بتكون بطريقه حلوه بس واحد ما فيه يسكت. يعني انا لما اكون عم بعمل فيك وعم اسوي فيك لازم تحترم هذا الموضوع، ما تجدبها. وائل بمرق انا ما بمرق، وائل مرق ولا الموضوع اتوقع حكى على الخاص. انا اكسبلور ايتك بس 3000 اكسبلور، اي 3000 انا بس تصير بس 3000 لازم اسكر البث ما عاد افتح، ما عاد انا طفيت منطقيا. بس 3000 اكسبلور قال ورب العزه اذا عاد تجيب لي مثل هيك شكيله وتقول لي حرام ورب العزه لتصير مشكلتي معك، هي ورب العزه انت اللي جبته طلع. لا لانه انا من وقت ما طلع ورحت على سوريا قلت لك لا تطلع سمال الولد. انت اللي جبته، انت اللي صرت تطلعوا معك يا وائل، انت اللي صرت تطلعوا معك. انت اللي جبته انا اللي جبته خلاص، ساعدناه مره مرتين صرت تطلعوا معك تفضل. انا اكسبلور وانا اكسبلور. مثل ما قلت لك انت اكسبلور يلي عم يتابعوك مصاريهم ليدعموك بالورده وبالوردتين وبجولاتك الرسميه من البابا من ابوهم، يعني عرفت؟ يعني عندك وائل بدك تقول متابعينه على كل مواقع التواصل الاجتماعي بيجوا 5 مليون، وان كان نفس الشيء طارق لنقول كمان 5 مليون. حبيبي انت بدك بس على التيك توك، على التيك توك انه بتجمع متابعينك كلها مع تيك توك وانستا وخلينا نقول كل مواقع التواصل الاجتماعي ما بيطلعوا 100,000، يعني نقول 10 مليون من كل مواقعهم. اذا كل واحد بزق عليه والله حتعيش بحوض سباحه وتغوص فيه من ورا تفه المتابعين عليه. هون خلينا نشوف طارق شو حكى بس يصير بالمانيا. هلا هاليومين رح يصير بالمانيا، انا لو ورجيك الاكسبلور على ابو اصوله، يعني لخليك تطلع اكسبلور مرتب، يعني مرتب لعلمك كيف الواحد بيطلع اكسبلور. والله لا يصير خير يا وسخ. مين ابو دق لي على رغد؟ دق لي على رغد، جيب لي رغد. ما جاي معاه ولي امره، جاي معاه ولي امره. حرام والله هالبنت صراحه لسه ما شفت لها مشاكل انا قويه. خلص شو بدكم فيها؟ انت اللي نشر اللايف على اليوتيوب ليش حيطت كل هذا عليه اعلانات؟ جنني. شوف انت اللي انا عم بسحب اللايف هلا من قناتك اليوتيوب تبعت لي نص الارباح. قلت له مثل ما هو صوره وبعته لمحمد، شاف المسج وطنش، شاف المسج بعت له يا وائل. حكى لي محمد قالنا قاعد عليك قال انه طارق بس حيرجع حيمسكني يبلش فيني. ايه يا طبل يا عوضه يا حشره، ما بتعرف انك انت غلطان وبتعرف انه هذا البني ادم حيمسكك ويدقك. ليش عملت المشكله؟ مفروض تطلع تعتذر يا دب. وحياة القرآن هي وحياة القرآن يا محمد، إذا ما رح خليك تخاف تنزل فيديو أنا هدول اللي أحلقهم بس مشان الكلام اللي حكاه هلا. بعت له وقايل له عيب الحركات اللي عم تساويهم. هو نزل معكم من الجست، أنا ما سمعت، ما كان معنا باللايف. عيب الحركات اللي عم تساويهم. بغض النظر طلعت معانا وطلعت ولا ما طلعت معانا طلعت معانا صرت صاحبنا، تصير تحوس على حبيبة رفيقك وانت عرفان الموضوع حساس 100%. الموضوع بالذات بعد عن السوشيال ميديا سنه ويرجع مشان مواضيع. ليش عم ترجع احتضف ايدك وتنكوش؟ ليش 3 دقايق امزكي التسريحه ويروح يسوي اعادات نشر وبطيخ؟ عيب، لا تقول لي غبي وما بعرف. قال سيلا مو شايفه، ساكن بتركيا. اي امة الله بتركيا، كنا نفتح لايف فيه 60,000 من تركيا. مين عم تتذاكر انه ما بتعرفه؟ لا زوائل بتعرف شلون يا رجل. قال انا ما شفتها. انت زوائل خلص لو لا تكذب العالم، خلص يفضح اختها لهالتسريحه دبع دينا. خليني احكي لكم عن هذا الشخص اللي اسمه اسامه. شوفوا هذا اسامه انا شفت له بثوث تمام مع البنت اللي اسمها لولو. انا بثوثه مع هي البنت ما بتعجبني نهائيا. صبي محتوى حلو، موتور وقصص وحركات. وشفت انا رجعت لفيديوهاته القديمه اللي بسكرتي وهيك قصص. انت كمان يا اسامه اللايفات هدول اللي عم تعملهم مع هي البنت اللي اسمها لولو ولا هذا الجروب اللي عاملينه الحق نص فرنك ضاع منه لانه مو من مستوى. بعتك ولي امره؟ لا بس يا طارق حبي ولا كلمه رح احكيها بس. طيب عاملين لي تيم وعاملين لي فريق. لا مو تيم. لا أسامة مراجل طارق. ما في حكي بينه وبينه. طارق اول كلمه كتبتها على الانستغرام ثانيتين كان رد علي الله وكيلكم بحبشها. بس ابو طريق هو شلون صاير جديد، ما جاي احشم له بعد. ما في جديد. لا ليك في فرق بين جديد. كلياتنا بلشنا جداد كلياتنا. هو خبيث اللي عمله بقصه وائل بيسكت، انا ما بسكت وهي قصه لوائل. بالنهايه ما حدا فيه يلومه لطارق لاني وائل صاحبه مثل اخوه، له مده كتير طويله مع بعض. ما حدا فيه يلومه شو ما قدم لهذا الشخص. ما لازم هو وائل ضغطوا كبسوا خباسه. لا خباسه فيها. هذا كبسته على اللايف. كبسته انا مره على اللايف بس خلاص تركته لانه عرفته انه لساته جديد ما بيعرف شو شو جديد لك. وهلا طلع بوشك قال انتم ما طلعتوني انا اكسبلور من قبل. صحيح كيف هذا البني ادم اول ما طلع بانتحال شخصيه اللاعب كان عنده لنقول 10,000 تمام. لايفه كان شو 1200 شخص. وطلع مع طارق ووائل فتح 3 حسابات، حلب امه للتيك توك. حساب فيه 23,000 وحساب فيه 40,000 وحساب فيه 60,000. عرفتوا؟ ما
هذا فيه ينكر انه هن طلعوه. وبصراحه انا كمان كنت بدي اقول انه هذا الشاب كثير صار يطلع معهم جولات ويحلب امه للجست، يضل لازق بوا. هذا الشيء اللي عم شوفه انا. حكى لك الله. هو يكسب له 3000 عم يقلب الصلخه دي. لك يا ريتني لما حكاني الصلخه دي خليته يعمل له قضيه عوفه سمافيه، يا ريتني بس انا حمار كنت. هاي حكاها لانه بالكومنتات كله عم يقولوا هنو طالعوك، فانزعج من الكومنتات كلها. هنو ليش انزعج من الكومنتات؟ لانه الواحد بس يصير تحت الحق بينكبس بينزعج. كنا طالعوك. قام رد على الكومنتات قال يا اخي انا ترند بدونه، ما عارف شو بدي بشو ترند. شوفوا نظامي، يعني انا هلا بدل على صفحته انت بشو ترند؟ انت ايش عملت لطلعت الترند يا اخي؟ بس اعطيه سبب. قلدت اللاعب السوري او عم تطلع بتنتحل شخصيته للزلمه بشو؟ انت مو ترند، انت مشموس. بيلبس بكره خلوني يكون صريح. اذا وائل بكره بجيب بحط على ايده قسم بالله يحط 10 من اخر يعني. لك بطريقه اخر شيء حكيته على الخاص، تمام؟ يعني انا غسلت ايدي منه على العام فرحت حكيته على الخاص. قلت له محمد حبيبي انت انسان قاعد عم تترزق هلا بتركيا، يعني بيني وبينك خلينا نحكيها بصراحه يا اخي، وضعك وضع الكلب، يعني حرفيا وضع كلاب. تركيا الوضع كتير صعب. ايه فانت يا اخي اعمل محتوى، خي اطلع انتقد. مين تم هلا ما اعمل محتوى انتقاد؟ صور جولات. ليش عم تعمل محتوى اللي بس ولا بوقف على الغنيه وبغني؟ فانت اجتك خلص عم تعمل جولات رسميه وتترزق. اجتك لا لكم شغله باذن الله، اذا قدرت كل صوره له طلعت بالقناه رح غبش عليها عشان ما يقول والله طلعني بعدين انا بقول لك وين بدي طلعك. خلص ترزق منها وبعد عن قصص انك انت تتمشكل مع حدا او انك انت تطلع ترند، لانه التيك توك اصلا ميت ما في ترندات. ترزق طالع مصاري بس ما بعرف شو مخه. وحياة راسك يا امي يا اسامه، هي اقسم بالله انه انا ووائل حكينا انه رح يرفع عليك قضيه اللاعب، غير محتواك. ام قال وائل بنساعدك وتطلع معنا. قال لي كيف؟ قلت له اترك الموضوع علي. فتح قلت له روح البس قميص اسود مثل وائل وهلا بدك تساوي مثل وائل، وصرنا نجيب عالم ونطلع معاه، نجيب عالم ونطلع معاه. لهون بيكون انتهى اللايف. خلينا نحكي هلا كم كلمه قبل ما ننهي هذا الفيديو، لانه صار مدة الفيديو 40 دقيقه اتوقع، وبيتزا القصه وهو ما بيستاهل من عندي نص دقيقه بالقناه. بس انا كرمال وائل وطارق ورغد طلعت اعمل هذا الفيديو، ومع احترامي الشديد لاسامه ومع احترامي للشخصيات المنيحه اللي انذكرت بهذا الفيديو. وانت محمد مع احترامك الي لا تطلع ترد. انا بنصحك لا تطلع ترد، لاني اذا رديت حرد عليك بطريقه لي بمقامك الاصلي. اوكي حبايب القلب، الكومنت مفتوح مشان تكتبوا لنا تعليقاتكم. وهذا الولد قد ما بقدر حغبش على صوره، ما قدرت حاترك الصور، ما في مشكله مشان عارفهم اذا الفيديو جاب مشاهدات يجي هو اللي عندي يقول لي انا طلعتك ترند، مشان اقول له بعدين وين بدي طلعه مزبوط. هيك كلمه مرتبه. اول مره انا بطلع بهيك فيديو، اول مره بطلع بنتقد هيك. بس هدول 3 اشخاص خط احمر بصراحه، وائل وطارق ورغد، هدول خط احمر. انا اللي بيطلع بيحكي عليهم بمشكله او بشيء بطلع برد. انتوا حبايب القلب، فالكومنت مفتوح لكم، اعطوني رايكم بالمشكله كامله واكتبوا مع مين الحق. انا بالنسبه لي حق مع وائل وطارق، غير هيك ما عندي. يعني ليه اللي حيدافع عنه بالتعليقات ما بنصحك تطلع تدافع عنه ولا 1%، لانه حيرد عليك بنفس الطريقه اللي رد عليه فيها. مثل ما قلت لك يا اكس بلور، تذاكر من البابا اللي عم يتابعوك اللي عم يحضروا لايفات، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، على زر الجرس. لهون بيكون انتهى الفيديو. تابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، روابطهم صندوق الوصف. 100 ورده لكم لكل شخص رح يشترك بقناتهم، واكثر 10 اشخاص رح يعلقوا بقناتهم رح اذكر تعليقاتهم بالفيديو الجاي. تكتبوا من طرف محمد الاسطوره. تشاو.